شكون فينا اللي ما عرفش رفيق بوبكر الممثل الغني عن التعريف؟ غير كيبان لك في شي فيلم عرف بلي الفيلم راه ناضي. تزاد رفيق بوبكر في 12 مارس 1973 في مدينه الدار البيضاء، بالضبط في الحي المحمدي، من اسره متوسطه ومتواضعه. الاب ديالو عبد الله محمد والام السعديه. رفيق غادي يبدا الحياه ديالو وسط عائله عامره مشاكل. مع الاب ديالو والام ديالو كانوا ديما منوضينها وديما مخاصمين وسط ولادهم، وهاد المشاكل اللي كانت وسط الدار غادي تكون عندها نهايه، وهي الطلاق. وهنا غادي تزادوا المشاكل وغادي تولي الام السعديه هي الراجل ديال الدار، وهي اللي مواجهه الحياه وغادي تخرج باش تقلب على خدمه باش تقدر تعيش 5 ديال الاولاد. ورفيق واخا كان باقي صغير كان كيحس بالنقص والفراغ اللي خلاه الاب ديالو، وخاصه فاش كيخرج يلعب وكيبداو يسولوا على الاب ديالو. والام ديالو بقات كتقلب على خدمه حتى لقات خدمه متواضعه في الميناج، كانت كدوز السيمانه كامله في التسياق ومسيح الدجاج باش تقدر توفر ما تاكل هي وولادها. وكان عندها امل واحد وهو رفيق، الشيء اللي خلاه تدخل يقرا، وغادي يقرا الابتدائي في مدرسه الجاحظ اللي كاينه في الحي فين ساكنين. ورفيق غادي يزيد يتاثر بالغياب ديال الاب ديالو، وخاصه فاش كيخرج من المدرسه وكيلقى كاع التلاميذ كيتسناو فيهم والديهم وهو ما كاينش اللي يتسناه. واخا كان خالو ديما كيحاول يعوضو في بلاصه الاب ديالو، وكان هو الوحيد من العائله اللي كيجي عنده. رفيق كان تيقرا مزيان، واي عام كان كيجي في المراتب الاولى. من بعد غادي تدخلوا الام ديالو مع الاتحاد البيضاوي باش تخليه ديما بعيد على الزنقه ورفقاء السوء، وعلاش ليكون مستقبله في كره القدم. ولكن رفيق عنده ميول اكثر للسينما والتمثيل وكذلك الصحافه، وخصوصا فاش كيجي لهم الاستاذ الانشطه المدرسيه ضروري غادي يكون رفيق حاضر. ونفس الاستاذ اللي كان تيجي لهم الانشطه المدرسيه غادي ينصحوا باش يلتحق بدار الشباب. ورفيق تشاور مع الام ديالو وما كان عندها حتى مانع. رفيق غادي يمشي يلتحق بدار الشباب في الحي المحمدي ويقسم الوقت ديالو ما بين المدرسه ودار الشباب، وكذلك كان كيمشي يقصر كره مع صحابه. الفقر اللي كان كيعيش فيه رفيق كيزيد قوه باش يزيد يقرا ويتقاتل ويبدل الحياه ديالو للافضل، وغادي يبقى مواصل الدراسه ديالو. ورفيق المستوى ديالو في دار الشباب غادي يبقى غادي في تحسن، والتمثيل بدا كيتمكن منه، وخاصه فاش غادي ينضم لجمعيه الشعاب 05. وهاد الجمعيه اللي اكتشفت الموهبه ديالو كممثل، وكذلك عبد الفتاح عماري اللي كان ديما كيزيد يعرفوا على خبايا الفن والمسرح. وطبعا كيف ما كنعرفوا ولا اكل لرجل طموح امراه، وهاد الامراه اللي كانت ورا رفيق هي الام ديالو. وكذلك حميد باسكيت اللي كان ولد الدرب ديالهم، ومن الاوائل اللي تاقوا في الموهبه ديال رفيق. رفيق بقى مقاتل في المدرسه حتى وصل للبكالوريا، السنه الحاسمه في المسار ديال اي تلميذ، وما عمره سقط حتى عام رغم الفقر والظروف العائليه المزريه. رفيق في ذاك العام غادي يخصص وقته كامل للحفاظه باش ينجح في البكالوريا ويفرح والديه، وما كانش عنده الوقت باش يضيعه، وكان خاصو يخدم في اقرب وقت باش يساعد الام ديالو اللي من الطفوله وهي هزاهم. وفعلا غادي ينجح في البكالوريا وغادي يمشي يكمل القرايه ديالو في الجامعه في عين الشق، وكان التخصص ديالو هو الادب الفرنسي. قرا عامين في الجامعه وقرر يتبع المجال اللي كيحلم به وهو طفل، الفن والتمثيل. 1990 غادي يلتحق بالمعهد المسرحي اللي كيتواجد بالدار البيضاء باش يقدر يسقل الموهبه ديالو ويقرا السينما والمسرح. وفي المعهد غادي يتلاقى مع عزيز حطاب اللي غادي يولي اقرب صديق ليه، وايضا كان ولد حومته، ولاو ما كيتفارقوش. فين ما شفتي واحد عارف الاخر كاين معاه، كيقدموا كل ما عندهم باش يقدروا يكونوا ممثلين ناجحين. وكان الهدف ديالهم هو يتجمعوا في شي فيلم بجوج. من بعد ما ولا رفيق بوبكر متمكن من التمثيل غادي يولي معروف بين المخرجين. هنا فين غادي يعيط ليه مصطفى الدرقاوي في فيلم طعم الامل، كان هذا هو اول عمل ليه. ومصطفى غادي يغامر ويعطي الرفيق دور البطوله. فعلا الرفيق غادي يؤدي الدور كما هو، وما غاديش يندم مصطفى الدرقاوي على هذا الاختيار. كان هذا هو اول عمل قام به رفيق، وغادي تخلص به ب 1500 درهم. واحسن حاجه هي تدخل الفلوس من العمل اللي انت باغي وكتحلم به. وثاني عمل ليه كان في فيلم ايطالي اللي غادي يتصور في المغرب، ورفيق ما غاديش يتردد وغادي يمشي يدوز كاستينغ وغادي يتقبل فيه. وكان هذا هو اول فيلم سينمائي ليه مع الايطاليين، وغادي يلعب فيه دور طومو. ورفيق هذه المره غادي تخلص ب 4000 درهم للنهار، وهذا الفيلم غادي يتيح ليه الفرصه باش يتواصل مع الايطاليين. وفي سنه 2000 غادي يكون عنده دور في فيلم غوغار لنور الدين الخماري اللي تصور في مدينه اسفي. والدور اللي مثل فيه رفيق هذا الفيلم غادي يكون عنده تاثير نفسي، مع منين سال التورناج بقات الشخصيه لاصقه فيه، تيكون ناعس كيحلم بالشخصيه اللي مثلها، وبدا كيفكر باش يمشي عند شي طبيب نفسي ولا خايف ليه يكون حماق. رفيق عاد ولا كيضمن مستقبله وكيدخل شويه تاع الفلوس من الفن. وهنا فين قرر يتزوج من الصديقه ديالو من ايام الجامعه فاتحه رضوان، وغادي يديروا العرس. ورفيق بدا يتشهر. الطريق اللي كان راسمها رفيق بدا غادي فيها مزيان حتى لسنه 2001 غادي يصور ثاني فيلم ليه مع الايطاليين في المغرب. كان هذا الفيلم هو الطريق باش يمشي لايطاليا، ورفيق غادي يزيد
يزيد يطور من راسو ويزيد يتعمق في الميدان باش يزيد يطور من المدخول وكذلك باش ما يبقاش جالس كيتسنى يعيط ليه شي مخرج باش يصور فيلم. وفي سنة 2004 غادي يتسجل في جامعة تورينو في إيطاليا لدراسة السمع البصري. ونبيل بن علا كان كيتكلف بجميع مصاريف رفيق بوبكر، كان كيصيفط ليه 120 أورو كل شهر. وفي نفس السنة غادي يمثل الفيلم اللي تفرج فيه أي مغربي صغير ولا كبير، الفيلم اللي تفرجنا فيه وحنا صغار وحتى منين كبرنا، القسم 8 اللي لعب فيه رفيق بوبكر دور مجيد. ستيلا اشنايا ايفغ؟ Ivre, c'est quelqu'un qui a bu de l'alcool. Il devient saoul. وفي الطورناج سعد السولي غادي يدفع رفيق بوبكر على حجره غادي تضربو في راسو ضربه خايبه اللي غادي تصيفطو ايرجونس للسبيطار، ولكن دازت سالمه. ومن بعد ما غادي يدوز الفيلم في التلفازه المغربيه، رفيق بوبكر غادي يولي محبوب من طرف الشعب المغربي واكثر شخصيه محبوبه عند المغاربه في هذيك السنه. هنا فين يقدر يخلي البصمه ديالو في التلفازه المغربيه وغادي يلعب مجموعه ديال الادوار منهم السيمفونيه المغربيه، ومع ذلك بقى كيقرا في ايطاليا وفي نفس البلاد اللي غادي تعتقل فيها رفيق بوبكر 3 أيام. والسبب كان ساكن في دار الطلبه. واحد النهار جا واحد الطالب معطل شويه وداك الطالب الاصل ديالو من مالي، والاداره ما غاديش تقبلو يدخل، ورفيق ما عجبوش هذا البلان وداك التصرف وجاتو النفس، وبالخصوص مع حتى هو من افريقيا، وغادي يمشي يهضر مع الاداره وغادي ينوض الصداع معاهم، وغادي يسالي هذا الصداع بالحضور ديال البوليس وغادي يطردوه من دار الطلبه. وبما انه في الغربه فما كاينش اللي غادي يعقل عليه. ومنين دازت 5 ديال السنوات في ايطاليا غادي يحصل على الماستر في السمع البصري وغادي يرجع للمغرب. ورفيق بدا كيقلب على خدمه في وزاره الاتصال، ومن بعد ما لقى خدمه قالوا ليه خاصك تجيب لينا السي في. ومن بعد ما مشى لقى الدوسي ديالو الطبلوكه وتحرم من الوظيفه، وبقى عنده خيار وحيد هو الفن، وكمل في المسار الفني وغادي يصور فيلم راس الخيط سنه 2006 وفيلم اكس الشمكات سنه 2009. وهذا هو الفيلم اللي زاد الشهره ديال رفيق بوبكر عند المخرجين والممثلين، وكذلك اعلى اجر وصل ليه هو 12 مليون. في نفس السنه غادي يقرر رفيق بوبكر الطلاق من بعد قرار كان برضا الطرفين. رفيق غادي يجي مع بنته ويرجع يسكن مع الام ديالو، ورغم الطلاق بقات كتجمع علاقه زوينه مع الطليقه ديالو. وفي سنه 2014 غادي توفى الداعمه ونبع الحنان الام ديال رفيق، المراه اللي تقاتلات وعانات باش تكبر ولادها، وهذا الخبر كان صعيب باش يتقبلوا رفيق. من بعد الوفاه ديال الام ديالو غادي تخوى الدار، ورفيق غادي تجي بنته تسكن مع الام ديالها. من بعد ما بقى بوحدو غادي يقرر الزواج في نفس السنه بمريم شندير اللي عايش معها حاليا، وكذلك رزق الله بمولودين، والزوجه الثانيه ديالو هي صديقه الزوجه الاولى ومفاهمين، كما انهم كيسافروا مجموعين واغلب الوقت كيدوزوه مجموعين. مؤخرا بدينا كنشوفوا الفنان رفيق بوبكر بدا كيغبر على التلفازه المغربيه، ومعظم الاعمال ديالو ولات في السينما. السبب هو الصراحه والعفويه ديالو اللي تسببات ليه في عداوه مع بعض المخرجين، وما كرهناش نشوفوا الممثل المغربي في التلفازه المغربيه في اقرب وقت. ولكن انت وصلت لهنا ما تنساش تشترك في القناه.